السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة ورضا من الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد. طبعا بقى خرجنا عن الروتين بقى وشغل البيت والكلام دوت، فحبيت ان انا ايه اخرج كده شوية واخرجكم معايا وتشوفوا طبعا الطبيعة بقى والريف والجو بتاعهم الجميل ده. وطبعا بقى معايا في الفيديو النهارده حبيب قلبي، طبعا ربنا يبارك لي في عمره يا رب ويخليه كده تاج على راسي طول حياتي يا رب، اللهم امين. ابويا ربنا يديله الصحه يا رب ويبارك له في عمره، منور الفيديو بتاعي النهارده. وطبعا يعني ما كانش راضي يطلع معايا في الفيديو خالص بقى وكده، بس طبعا نور لي الفيديو النهارده، فعايزين بقى لايكات كتير كده للفيديو عشان خاطر بابا. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا رايحين الارض بتاعتنا اللي هي التانية ديت، فحبيت كده ان انا اخدكم جوله كده في الطريق كده واحنا رايحين واحنا جايين. الارض دي زارعين فيها كده حته صغيره كده نعناع، وزارعين فيها غله. وحبيت ان انا كده ايه تيجوا بقى معايا الجوله دي. طبعا انتوا عارفين كده ان احنا في المكان اللي والدي قاعد فيه جنب مصانع الطوب، طبعا زي ما انتوا شايفين كده بقى، ومكان بصراحه هادي وجميل جدا جدا جدا، وجنب مصانع الطوب الناحيه التانية دي البحر، يعني الجو بتاعهم حاجه كده في منتهى الجمال. في الصيف ببقى قاعده هناك والله مش ببقى عايزه اروح بيتي خالص. يعني حاجه كده في طراوه كده، على هوا بقى، على انسجام، على خضره، على بصوا مش عارفه اقول لكم والله العظيم، يا ريتكم بجد كنتوا معايا. شايفين بقى المداخن بتاعه المصانع الطوب كده ورايا عامله ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا. ودوت خس وترمس مزروعين على راس الارض اهي، بس دي مش الارض بتاعتنا طبعا، احنا لسه هنمشي شويه كده وعلى ما نوصل الارض بتاعتنا وابقى اوريها لكم. فانا طبعا في فيديوهين اتنين، الفيديو ده وفي الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، هقسمه على مرتين يعني عشان ما يبقاش طويل عليكم. الفيديو ده احنا عاملين احنا جوله كده في الارض اللي هي فيها الغله وفيها النعناع. والفيديو الجاي هيبقى في الارض بقى طبعا فيها كرنب بقى وجزر، وهنقلع معاكم الجزر طبعا، وهنقلع الكرنب وحاجات جميله جدا في الارض التانية. ده الكرنب برضه اهو مزروع برضه عند الناس، بس لسه يعني ملفش زي ما انتم شايفين كده. لسه اصلا الورق بتاعه بس اللي هو على الوش ده اللي ظاهر. طبعا كلنا بقى عارفين الترعه بقى والطريق بقى احنا ماشيين اهوت، عماله بقى اصور لكم. بصراحه بقى انا مخدتش ولادي معايا، فقلت عشان امشي هاديه كده واعرف بقى اصور لكم كده. رحت انا وبابا وماما بس. شايفين بقى منظر عيله عمالين يلعبوا بالعجل ازاي؟ بصراحه والله عجبني المنظر جدا، قلت بقى اما اصوره كده عشان انتوا بقى تشاركوا معايا. حاجه كده جميله جدا. وبعدين على فكره كنت عايزه اخد رايكم على فكره في حاجه يعني، عايزاكم بقى تقولوا لي كده انهي احسن واعمل ايه بالظبط. انا كنت ان شاء الله باذن الله، احنا طبعا فاضل 4 شهور على رمضان ماشي زي ما احنا كنا اتفقنا كده، فانا كنت عايزه اجيب بط اربيه. فيا ريت تقولوا لي احسن نوع بط ايه هيجي معايا على رمضان ماشي، وطبعا يعني العلف بتاعه برضه هيكون ايه بالظبط، وعشان انا بصراحه ما اعرفش في الانواع بتاعته قوي، يعني انا اسمع عن اللي هو المسكوف وعن الفرنساوي وعن البغالي وكده، فانا ما جربتش والله. فعايزه اعرف انهي نوعيه بط احسن، عشان ان انا اجيبها واربيها وكده وما تغلبنيش في التربيه وتكبر معايا بسرعه. فيا ريت كل اللي عارفه معلومه عن نوع بط كويس تقول لي عليها في قلب الكومنتات، عشان تفيدني بيها، وعشان برضو ان هو يلحق يجي معايا برضو على رمضان، يعني بحيث ان انا إيه ااكله كده ويكبر معايا على شهر رمضان. شوفوا احنا كده وصلنا بقى الارض بتاعتنا اهي، ودوت النعناع اهوت بسم الله ما شاء الله. طبعا النعناع دوت مش نعناع بلدي، مش عارفه لونه نوع تاني كده تقريبا اسمه نعناع فرنجي حاجه زي كده، بس مش عارفه يعني ما شاء الله ريحته نفاذه بطريقه ما حدش يتخيلها، جميله جدا جدا جدا. وبصوا مش قادره اقول لكم على جماله في الشاي بقى في الاكل، ما شاء الله جميل جدا. طبعا احنا جايين بقى احنا نقلع الشويه اللي هم كبروا دولا، وطبعا انتوا عارفين ان الجذور بتطلع تاني وكده، وطبعا كل ده هتعرفوه في الفيديو دلوقتي. انا هسأل انا بابا على الحاجات دي لان بصراحه يعني انا كنت اول مره اعرفها وكده، فهو هيجاوب عليها دلوقتي. الحته بس اللي هي على الراس دي بس كده اللي جنب الجدار ديت، هي بس دي اللي احنا زارعينها ايه النعناع، لكن الباقي ده بقى كله ايه يعني هي برضو حته صغيره كده زارعينها غله. يعني هو بقى النهارده جايين احنا نقلع النعناع ده بس كده وهنمشي على طول، وده الفيديو بتاع النهارده كده بس. يا ريت ما تنسونيش بقى وتقولوا لي ايه نوعيه البط الكويسه اللي هتيجي معايا على شهر رمضان، علشان برضو ما تنسونيش كده، الله يبارك لكم. ولو وصلتوا بقى لحد هنا كده ما تنسوش بقى اللايك، لو انت جديده في القناه ما تنسيش بقى كده تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا. وما تنسونيش طبعا بدعوه حلوه من قلبكم. هي الجذور دي بقى كده اما انت بتسيب فيها حته بتطلع تاني مكانها. الجذور دي كلها بتخضر تاني. اه تقطع الورق بس ما ينفعش ان انت مثلا تشيل منه وتحطه في مكان تاني ويطلع بيتنقل جديد. في مكان تاني ويطلع جديد برضك عادي. الجذور دي بتتنقل وبتتخضر تاني، لان دي اساسها كانت جذور اساسا. اه كان كام جدر يعني؟ كانوا حوالي 10 جذور. اه شايفين بقى ما شاء الله كان الحته دي كلها كده كده كده، ما شاء الله كده كلها كده كانت مليانه نعناع، بس هو كمان قل كمان عن الاول يعني.
اصل قدم بقى بقاله كتير، بقاله اكتر اه من دخله في 5 سنين. بس هو اصلا ده مش نعناع اللي هو العادي البلدي ده. ده النعناع النظيف ده اللي هو بتاع الشركات اللي بتحط في الهولز والحاجات اللي هي الفراوله اللي بالنعناع والحاجات دي، لانه اصلا ما بتزرعش في الارض الطينه، بتزرع في الارض الرمل. دي اصلا نعناع جبلي، اه بنزرع في الاراضي السعوديه، وبنزرع في الاراضي بتاعت المصانع هو والشركات. بابا بقى اللي هيقول لكم على انه بقى هو بيتزرع فين. لان دي بيخش في الادوات الطبيه وادوات التجميل ما شاء الله الورقه بتاعته العريضه ديت بيبقى مختلف جدا عن النعناع البلد. وبيخش في الادويه. اللي هي قصدك الفراوله اللي هي بتاعه الاستحلاب بتاعه وجع الزور ديت. لا، بيخش في ادويه كتير، اللي هي بتاعت امراض المعده، امراض الزور، اه امراض الاعصاب، الحاجات دي. هو اصلا النعناع ده اصلا بتاع مزارع كبيره، من اللي هو بيروح للمصانع والكلام ده يعني. بس احنا بقى ايه، لنا حد قريبنا وكده جبنا منه كام جدر دولا وزرعناهم هنا، ما شاء الله يعني حلو اهو. اهو نفع على قد ما نفع، بس هو حلو برضو جميل اهو ما شاء الله. طبعا عايز ميه بقى باستمرار، ميه ما تقطعش عنه خالص. لا لا، عادي بيشرب زيه زي اي زرع عادي. بس مش عايزه الميه تنشف من عليه، لا مش شرط. لان اللي انا خدته عندي في البلكونه لو في ودي يوم كده من غير ميه بلاقيه نشف. البلكونه منها قصريه، القصريه بتنشف بسرعه. اه ده بقى غير الانتفاخ بتاع المعده، للمغص. اللي عنده القولون يشرب منه برضك، بيهدي معاه. بس مش قادره اقول لكم على ريحته، ما شاء الله ريحته الله اكبر فايحه بطريقه فظيعه. مش قادره اقول لكم بقى، يا ريتكم كلكم كده تكونوا جنبي كده، كنت اديت كل واحد جدر كده زرع عنده في البيت، وكنت فرجوني بقى على النتائج عندكم عامله ازاي، فاشلين زي حالاتي ولا هتعرفوا تزرعوه. بس هي الميه الكتير دي مش غلط على الغله دي؟ هي غلط بقى، بس حتة منها جنب البيوت ما شافش، لان الشمس ما بتنزلش فيها. اه البيت مغطيها يعني، ده هو اصلا حتى جدار البيت بصوا يعني ما شاء الله الميه عليه بطريقه فظيعه. الشتاء بتنزل في قلبها اه الواحد عاوز له بقى صينيه برغيفين عيش ناشفين بحته جبنه حادقه وشويه بصل، ويقعد بقى في الشمس ده كده اهوت وما يروحش. كده بقى احنا خلاص قطعنا النعناع كله اهوت وربطناه بقى يعتبر، وخلاص بقى كده ايه هنمشي علشان نروح بقى الارض اللي هي التانية. وطبعا ما تنسوش بقى الفيديو الجاي هيكون قوي جدا وحلو جدا جدا. هوريكم بقى الارض التانية احنا زارعينها ايه، بجد الخضار فيها شكله تحفة. اللي انا كنت زرعته اللي ماما كانت زرعته معاكم يعني قصدي، الترمس ما شاء الله بقى كبر، والكرنب بقى لافف وجميل وهنقطع منه طبعا، والجزر بقى هنقلعه كده مع بعض، وحاجة بقى كده في منتهى الجمال. فانا عشان ما اطولش عليكم بصراحة قسمت الفيديو على مرتين، شايفين بقى كده. ده كده بقى الطريقه واحنا مروحين بقى، يعني بصراحه متعه متعه متعه، كان الجو جميل جدا. ربنا يا رب يديمها نعمه علينا، اللهم امين يا رب، اللهم امين. شايفين حاجه كده بجد تريح النظر وتريح الاعصاب، وحاجه حلوه جدا. انا بقى هربت من العيال وهربت من دوشه البيت بصراحه، وقلت بقى ايه استنوا بقى خدوني معاكم. شفت العيال الصغيره اللي بتشبط، انا بقى شبطت فيهم كده زي العيال الصغيره. شايفين بقى جمال الخضار بقى ما شاء الله. طبعا هي اصلا قريبه الارض دي برضو من البيت وكده، فاحنا ما بنمشيش كتير يعني، بنروح بقى حتى بالهدوم اللي علينا يعني، مش بنغير ونلبس خروج وكده. كده بقى احنا في اخر الفيديو، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.